هلو ازيكم عاملين ايه؟ طبعا زي ما عودتكم ان احنا نكمل في كورس الشموع. تعالوا بقى مع بعض النهارده نعمل الشمعة الحلوة دي بمناسبة الشتاء والسقعة. فاحنا نعمل هوت شوكليت كده جميل ونعمله كشمعة. يلا بينا نبدأ مع بعض. اول حاجة انا محتاجة الميزان، تمام، عشان اقدر اوزن الشمع اللي هستخدمه. تاني حاجة انا النهاردة هستخدم شمع النخيل وشمع البارافين، ده للشمعة نفسها. شمع الصويا ده هنعمل بيه الكريمة. ده شمع النخيل وده شمع البارافين. هياخد يعني كمية قد بعض بالظبط من كل نوع. هحط على الميزان الطبق وهصفر بعد ما احط الطبق عشان الميزان يديني زيرو، ما يحسبش وزن الطبق من وزن الشمع. وهحط البارافين. المكعب اللي معايا ده طلع لي 50 جرام، فرحت مزودة عليه 50 جرام تانيين من النخيل، فكده يبقى أنا عندي 50% من النوع ده و50% من النوع ده. تمام. أنا هبدأ أزود واحدة واحدة في الميزان دلوقتي، هيبان معانا وأنا بزود واحدة واحدة عشان تبقى 100 جرام بالظبط، نصهم كده ونصهم كده. تمام. ولو هنحط عطر بنخصم 10%، يعني بيبقى 45 جرام بارافين و45 جرام أموك ده اللي هو البارافين. سوري هنحط 45 جرام نخيل و45 جرام أموك اللي هو البارافين. تمام. ده كده لو هنحط عطر، و10 جرام العطر. لو مش هنحط عطر يبقى 50 جرام كده و50 جرام كده. انا هنا حطيت 50 جرام كده و50 جرام كده، بس هاخد منهم 10 جرام عشان اعمل الشوكولات معاكم، هتشوفوا معايا دلوقتي. هحتاج معايا طبعا الترمومتر، ودي القوالب اللي هعمل فيها التوبرز بتاعه الشمعة اللي هي الفراولة والشوكولات، والوان شمع عشان نلون الشمع بيه. تمام. انا معايا لون بني ومعايا تاني لون احمر عشان اعمل بيه الفراولة. تمام. انا ماشيه معاكم بالراحه عشان تعتبروا ان ده كورس مفصل، اهو اللون الاحمر كورس مفصل عشان ما يبقاش فيه اي لخبطه، وعشان كل حاجه تبقى واضحه معانا. معلش لو بطول عليكم، بس عشان اديكم كل المعلومات اللي عندي. دي كده اول حاجه. انا خدت الشمع حطيته في الحله، اوكي، وهروح اسيحه على النار او في حمام ميه، بس انا بسيحه على النار. بس انتي ممكن تحطي حله فيها ميه سخنه وتحطي الحله التانية جواها بحيث انها تسيح. هنا بقى اخدت شويه منهم، تمام، وحطيتهم في الكنكه دي، وهحط معاها حته من اللون الاحمر عشان اعمل فراوله. هو القالب بيكون على شكل فراوله او على اي شكل قالب احنا عندنا. تمام. وهاخد حته احمر صغيره احطها على الشمع واقلبها عشان تسيح، بس اقلبها كويس قوي عشان ما تترسبش، ما يبقاش فيه اي كلكوعه ولا حاجه. هقلبها كويس قوي، والشمع اللي في الكنكه ده سخن، فانا اول ما هحط فيه اللون الالوان ده هيسيح في ثانيه يعني. فانا هفضل اقلب لغايه لما اتاكد ان اللون راح، يعني اختفى تماما في وسط الشمع، بقى كله لون واحد، مفيش حته ناشفه او حته مكلكعه. تمام. القوالب في كذا طريقه لتسخينها. انا ممكن اسخنها بالهيت جون او بالسشوار، بس الهيت جون اقوى. ممكن اسخنها في الميكروويف، ممكن اسخنها في فرن سخن بس بطفيه وبعد كده احط الحاجات تاخد السخونية، او في حمام مية. بس حمام مية يعني ممكن القالب يتبل فالشمع لما يجي فيه بوز، فخلينا في الاضمن في الفرن او في الميكروويف. ده الهيت جون اللي انا بكلمكم عنه، ده بروفيشنال شوية، فلما تبدأي في المشروع وان شاء الله يمشي معاكي هاتي الهيت جون والترمومتر برضو، فاهمة؟ لكن في الاول كده ممكن ان احنا نبدأ بحاجات بسيطة، سشوار، مايكروويف، فرن، تشغلي الفرن تسخنيه، ولما تقفلي الفرن تحطي الكوباية فيه وتحطي القوالب السيليكون فيه تسخن، عشان لما نصب الشمع ما يتخضش من برودة القالب، فاهمة؟ يعني احنا لو حطينا الشمع سخن والقالب ساقع، الشمع هيتخض فهينشف مرة واحدة ومش هيطلع بيرفكت يعني. هنجيب بس طبق ابيض او معلقة او حاجة عشان بس اشوف درجة اللون، لان الشمع وهو سايح بيديني اغمق بكتير من الشمع وهو متجمد. فانا عشان اتاكد من درجة اللون اللي انا عايزاها بحطها على حاجة بحيث تنشف، نقطة واحدة بحيث انها تنشف. لما تنشف هيبان لي اذا كان اللون ده تمام ولا لا. انا سخنت القالب زي ما انتوا شفتوا بالهيت جون، وبعدين ببدأ اسمي واصب الفراولة باللون الاحمر طبعا
في القالب زي ما احنا شايفين. انا محتاجة 3 او 2، فهعمل على العدد اللي انا محتاجاه. وبعدين هاخد الكنكة يعني هحط فيها اللون البني عشان نعمل الشوكولات. تمام، اروح احطهم واجي. دلوقتي بقى الشمع اللي كنت بسيحه للشمعة الاساسية ساح، تمام، وسخن اهو مولع. انا للاسف سبته شويه زياده فهو سخن قوي، فطبعا احنا مش هنشتغل فيه غير لما يبدا يبرد. انا هنا معايا الترمومتر عشان اقيس درجه الحراره. درجه الحراره بحتاجها في ايه؟ بحتاجها في ان انا احط العطر امتى واصب امتى. انا بحط العطر وبصب عند درجه حراره 70، فانا هسيبه. يعني انا لما قست دلوقتي لقيته حرارته عاليه جدا، فانا هسيبه. وفي في الوقت ده هحط لون الشمع عشان يسيح مع حرارة الشمع العالية ويديني. اتأكد دول انا كنت عاملاهم الوافل الصغننين دول، عاملاهم لون بني وحاطه فيهم عطر، فانا قلت الون بيهم الشمع. تمام، ولو احتجت احط لون تاني احط من اللون الخشب، لو ما احتجتش من اللون الشمع، ولو ما احتجتش خلاص هو كده تمام. فانا بستخدمه كلون لان انا حاطه فيه لون قبل كده وعارفه ان هو تمام. فحطيت زي ما انتوا شفتوا كده وبسيحه مع حرارة الشمع. اوكي. ولازم افضل اقلب فيه او افضل يعني هدي فيه. تمام، واقيس درجة الحرارة كل شوية لحد ما توصل 70. هتوصل 70 هزود 10 جرام من العطر. انا بشوف درجة اللون هنا معاكم زي ما قلت لكم. هزود 10 جرام من العطر عند درجة حرارة 70، وبعدين اسخن الكوباية كويس قوي. تمام، هسخن الكوبايه كويس قوي عشان تشوفوا اللي هيحصل دلوقتي معايا. هسخن الكوبايه كويس جدا في الميكروويف او في الفرن، بس في الفرن احسن، او في حمام ميه او بالهيت جان. انا زودت هنا لون، وبعدين هزود العطر على قبل الصب على طول عند درجه حراره 70. تمام، هنا هفضل اخلط لحد لما اتاكد ان اللون اختفى تماما. مش اختفى، ما ترسبش عشان ما يعملش ترسبات في الشمع. تمام، هجري الحته دي عشان تشوفوها بسرعه. بصوا هنا هوريكم اللون وهو بيسيح. بصوا في كلكوع كده، لا لازم نفضل نقلب 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 لغايه لما تختفي تماما عشان ما يبقاش فيه ترسبات. بعدين هنا انا بقيس درجه الحراره، هي بدات تقل عشان انا بقلب كتير فالهواء بيبرد الشمع. تمام، انا مش هقدر احط العطر غير لما اتاكد انها وصلت عند درجه حراره 70 عشان العطر ما يتبخرش ويبقى كاني ما استخدمتش عطر. تمام، لان العطور دي بتتباع بالجرام فهي مش رخيصه، بالذات العطور بتاعه الشمع. هي دي لازم عطور شمع، تمام، قابله للاستعاره عشان متعملش مشاكل. يعني البرفان اللي فيه كحول ده ما ينفعش ان احنا نحطه على الشمع. اوكي، دلوقتي بفضل اقيس واتابع الحراره لغايه لما تبقى 70. هتبقى 70 هبدا احط العطر واقلب معاكم. دلوقتي درجة الحرارة تقريبا 70 أو 68، يعني في السبعينات في آخر الستينات سبعينات. هبدأ أحط العطر. أنا هحط هنا ريحة عود. هاخد 10 جرام. أنا بالتقريب بحط عشان بعمل كتير فعارفة تقريبا 10 جرام قد ايه، بس انتي ممكن توزني على الميزان أضمن. والميزان على فكرة مش غالي خالص، هتلاقيه تقريبا ب35 جنيه، ب40 بالكتير قوي في محلات اللي هي الأدوات المطبخ، يعني مش حاجة مخصوصة للشمع. تمام، حتى الترمومتر مش حاجة مخصوصة للشمع، ده بتاع المطبخ العادي. بس كده. بس احنا قلبناه كويس قوي عشان العطر يمتزج بالشمع. تمام، بس هنروق الدنيا كده عشان تبقى الدنيا واضحة في التصوير. هنحط بقى الفتيل. انا حاطة فيه دبل فيس. اوكي، لزق دبل فيس عشان الزقه كويس في القاع. ولو ما لزقش كده كده احنا هنثبته بمشبك او بالعصايه بتاعه الايس كريم اللي بتثبت، او بالمشبك بتاع اللي بيقفل الاكياس بتاع ايكيا. تمام، بصوا هنا انا ثبتها كده. وقبل ما اصب عشان كنت هنسى هسخن الكوبايه. تمام، لازم اسخنها كويس قوي، اسخنها بالهيت جان او اسخنها بالمايكرويف. تمام، بالمايكرويف او بالهيت جان او في الفرن زي ما قلت لكم تسخنوا الفرن قوي بعدين تحطوا الكوبايه انها تسخن جوه. هنا بسخن الكوبايه بتاكد انها سخنت قوي. هنا انا بسخن الكوبايه كويس بالهيت جان، او ممكن زي ما احنا اتفقنا في الفرن او الميكرويف. بعدين هحط الفتيل بالعصايه اللي بتثبته. اوكي، وبعدين الحله طبعا سخنه، لازم نخلي بالنا من سخونيه الشمع، ونبدا نسمي ونصب.
هنا انا كان المفروض اسخن الكوبايه اكتر من كده شويه، عشان بصوا حتى اللون وانا بصب بدأ ان هي تاخد لون الشمع على طول. لا، هي المفروض ان احنا نحط الاتنين وهما سخنين، الكوبايه تكون سخنه قوي والشمع سخن على درجه حراره 70، وده نسيبهم يبردوا مع بعض. لكن انا الكوبايه كانت ابرد من الشمع، ف يعني بدأ ان هو يجمد على طول. فدي خطوة مهمة قوي ان احنا نسخن الحاجة كويس عشان تطلع لنا شمعة صافية ما فيهاش اي مشاكل خالص. تمام، هودي دي على جنب عشان تاخد بقى راحتها في انها تبرد. هسيبها براحتها خالص انها تبرد، ممكن تاخد لها كام ساعة يعني، ممكن نسيبها دلوقتي الجو برد فبتنشف على طول. هنا هحط برضو في الشمعة اللي سايح اللي في الكنكة، هحط عليه لون بني عشان نعمل الشوكولات اوكي اللي احنا هنزين بيه. هو الالوان الشمع اللي هي العاديه خالص اللي في المكتبه دي الطف حاجه واسهل حاجه، عشان ما تقعدش تترصد معانا ونحتاج ندوبها مده طويله وكده. الوان الشمع بقى اللي بتتباع في محلات الشمع اللي هي البودره ممكن تترسب لو ما دوبتش كويس. فانا احسن حاجه بالنسبه لي ان انا استخدم الوان الشمع بتاعه الاطفال اللي بتتباع في المكتبه، بس نوع نظيف عشان ما يبقاش فيه شوائب. تمام، هتأكد ان الشمع اللون دايب كله عشان ما يتكتلش معايا وانا بصب، وهبدأ ان انا اصب في القالب دلوقتي. طبعا لازم الواحد يروق على نفسه وهو بيشتغل ويشرب نسكافيه كده عشان يبقى فايق يعني مش مشدود ومش تعبان ومش متضايق من اي حاجه. احنا بنعمل الشمع واحنا مبسوطين عشان نطلع حاجه حلوه. تمام، انا دلوقتي الكنكه اللي فيها الشمع لقيت ان هي لسه الشمعة مسحتش قوي، فحطيتها تاني على النار ان هي تسخن على نار هادية قوي قوي قوي. يعني انا بشتغل على سخنين، هبقى اصوره لكم لان هو الناحية التانية ناحية الفيشة، فهبقى اصوره عشان تعرفوا هو انهي نوع. بس ممكن على حمام مية حتى على البوتاجاز العادي خالص يعني، مش هنعقد نفسنا من حاجة. هي سخنة فانا بجرب هحرق المفرش ولا لا. المهم هنقلب كويس قوي عشان اتاكد ان هي تمام، وهنسخن برضو القالب قبل ما نصب فيه. احنا ليه بنسخن؟ عشان الشمعة لما تطلع من القالب تبقى شكلها كلير، ما يبقاش فيها اي مثلا لون ابيض، او ما يبقاش فيها اللي هي كأنها مش صافية. يعني احنا لازم نحط في حاجة وهي سخنة عشان الشمع ما يتصدمش لما ينزل في حاجة ساقعة. طبعا لازم ندلدق شوية صغننين. طبعا كل الحاجات دي بننضفها اول ما بنخلص عشان ما يتراكمش علينا تنظيف المكان ورانا. تمام، انا هسيب كل الحاجات دي بقى تبرد وتنشف، وهعمل معاكم دلوقتي شمع الصويا اللي هو الكريمة عشان نحط الكريمة على وش الهوت شوكليت. انا هنا قلت اوريكم شمع الصويا وهو خام شكله ايه، عشان لو محدش شاف الفيديو بتاع الكورس الكامل اللي فيه كل التفاصيل ده هيفيدكم برضو قوي لو حابين تتفرجوا عليه. هحط لكم اللينك بتاعه تحت الفيديو ده. ده شمع صويا، هو بيبقى كريمي كده. على فكرة في ناس كتير بتقول ان مصر ما فيهاش شمع صويا اصلي، بس انا بجيبه بصراحة من الناس اللي انا بشتري منها خامات الشموع، بجيبه وبستخدمه وبيطلع حلو جدا وبيعمل كريمة. وهنشوف دلوقتي مع بعض الشكل وهو بيتضرب وهو بيتعمل عامل ازاي. هنا انا سيحت الشمع على النار برضو في الحلة. تمام، طبعا بننضف الحلة مكان الشمع اللي قبله عشان ما يديش اللون، يعني لازم ننضف الحلة كويس قوي قوي عشان ما يديش اللون بتاع البني في ده. تمام، هي دي حلة تانية، بس انا قصدي ان احنا لو هي حلة واحدة هنستخدمها لازم نغسلها كويس قوي، نسخن الشمع فيها قوي بحيث ان هو يسيح كله، وبعدين ننشفها بمنديل فنضمن ان ما فيهاش اي حاجة. دلوقتي شمع الصويا عشان نعمل منه كريمة بنسيحه، ومعانا مضرب ده طبعا مخصوص للشمع. الحاجات اللي بنستخدمها في الشمع ما ينفعش نستخدمها في المطبخ تاني، دي حلة قديمة عندي. تمام، ابدأ بقى ان انا وهو بيضرب وهو بيبرد اضربه تمام، فاحنا لازم هنضرب مدة طويلة شوية عشان تبدأ انها تنفش وتعمل معانا كريم. تمام، انا هنا بس ايه هسيبها شوية انها تهدى، وهوريكم الكيس الحلواني اللي انا بجيبه اللي هو البلاستيك اللي بيستخدم مرة واحدة ويترمي، بيبقى رخيص جدا بجنيه تقريبا. ودي برضو مخصوصة للحاجات دي، مش بستخدمها في الاكل خالص، مخصوصة للشمع. وده كيس اللي هنحط فيه، ودي سباتيرا عشان اقدر اخد الشمع من الحلة كله ما سيبش ولا نقطة، لان الشمع الصويا بيتباع هنا في مصر غالي، اغلى من الشمع التاني. يعني شمع البارافين تقريبا ب90 جنيه الكيلو، وده ممكن يبقى ب200 وشوية. فعشان كده ايه لازم نحافظ عليه كويس قوي. هنا انا هفضل اقلب فيه مدة طويلة لغاية لما يبدأ يبقى كريم، هوريكم دلوقتي.
بصوا انا عبال ما شمع الصويا يبدأ يمسك نفسه شوية هطلع معاكم من القوالب الشوكولاتة اللي عملناها والفراولة، وهي بتطلع بسهولة جدا لان هي نشفت كويس والقالب سيليكون، فبزق كده بتروح طالعة لفوق بكل سهولة. شكلها لذيذ وتفاصيلها حلوة على شكل شوكليت، والفراولة كمان نشفت تمام. بس هتطلع برضو هزقها كده بتطلع بكل سهولة تمام. وعشان نتأكد ان القالب نضيف قبل ما نحط بنسخنه كويس قوي، بحيث لو في اي نقطة شمع جوه مش سايحة من قبل كده لا بتكون يعني دي كان فيها ابيض فطلعت في الشمعة من الجنب. شفتوا ازاي؟ فاحنا لما بنسخن كويس قوي اي لون في القالب بيطلع تمام. دي الشمعة دي ما كانتش بردت من النص، بس انا عشان اكمل فيديو احنا المفروض ان احنا نسيبها انها تبرد خالص، بس هي مسكت نفسها. هو الشمع دلوقتي اهو بدأ يتكتل، فقلت اوريكم اقربه عشان اوريهولكم تمام. بدأ ان هو يبقى كريمة كده شوية، ما يبقاش شفاف يبقى ابيض تمام. فاحنا هنفضل برضو نقلب فيه لغاية لما يتكتل خالص يبقى زي الكريمة اللي احنا بناكلها بجد. هعدي الحتة دي واوريهولكم لما يبدأ يجمد، وهفضل مستمرة في التقليب لحد ما يبرد خالص. بصوا انا هنا برضو قلت اوريكم بدأ يبقى ابيض ازاي وبقى يتقل، عشان برضو تبقوا شفتوا كل مراحل الشمع الصويا وهو بيتعمل كريمة. ممكن برضو انزل فيديو للكريمة لوحده، لان في حد سألني على اقدر اعمل كريمة باي شمع تاني غير الصويا ولا لا. فهي الصويا هي اللي بتدي افكت الكريمة الاصلي، لكن الشموع التانية لا. فانا هعمل لكم فيديو برضو لو حابين اكتبولي ان احنا نعمل فيديو بالثلاث انواع الشمع ونشوف شكله هيطلع ايه بالثلاث انواع، انهي هيطلع حلو انهي هيطلع مش حلو، ولو عملنا بالنخيل مثلا هيبقى شكله ايه، لو عملنا بالبارفم هيبقى شكله ايه. كده بحط الام تمام اهو. بطلع جزء صغير قوي منه عشان الفتحه متبقاش كبيره والام هيطلع منه كله. كده ركبتها تمام في الكيس بتاعها، وهجيب الشمع احطه جواه. هنا بقى الشمع خلاص بقى كريمة خالص، شايفين بقى عامل ازاي؟ بقى زي الكريمة فعلا اللي احنا بناكلها، يعني هو مغري قوي قوي للاكل. المهم ان احنا دلوقتي بفضل اقلب كده لغايه لما اطمن ان هو جامد كويس عشان ما يبقاش سايح قوي في الكيس، وبعدين ببدا ان انا احطه في الكيس الحلواني تمام. انا بجيب اللي هو اللي بيترمي بصراحه لانه ارخص واسهل، بدل التاني الواحد يقعد يغسل فيه بيبقى متعب جدا جدا في التنظيف، بالذات ان الشمع الصويا ده بيبقى كريمي قوي فبيفضل مدهن كده، فالواحد بصراحه هيزهق من تنظيفهم يعني. فده بجنيه الكيس، فما فيش اي مشكله فيه ان احنا ايه مش هيكلفنا حاجة. او ممكن كيس سندوتشات على فكرة، مش شرط ان احنا ايه نجيب كل التولز يعني، بس انا عشان عندي البيزنس عندي كل التولز، فاهمين قصدي؟ بس فانا طبعا باخد كل نقطة، مش بسيب اي حاجة في الحلة خالص عشان ده زي ما قلت لكم غالي. باخد كل الشمع اللي موجود كده، بفضي بس الدنيا قدامي عشان ابقى شايفة، عشان تبقوا شايفين معايا كويس. وبنزل الشمع كويس في الكيس للاخر خالص، عشان لما ابدا احط الشمع في الكوبايه ينزل بانتظام، ما يبقاش فيه هوا جوه الكيس تمام. هنبدا بقى نحط مع بعض، يا رب تكون واضحه بالنسبه لكم التصوير كويس. كده هحط الكريمه بالشكل اللي انا عايزاه، مش شرط طبعا بالشكل اللي انا عملته، بس كل واحد يعني يحط بالطريقه اللي عاجباه، ما عنديش اي مشكله في اي حاجه. احنا بنحط الكريمه زي كأننا بنعمل كب كيك او كأننا بنعمل حلويات، يعني الشمع بالظبط هنا كأننا بقى خلاص حلويات، مفيش مشاكل يعني. خلصنا كل مرحلة التسخين وكل مرحلة الإضافة. على فكرة الشمع الصويا برضو لما بيبدأ يبرد بنحط عليه العطر وهو لسه سايح قبل ما يبقى أبيض كده، لو عايزين نعطر الكريمة كمان تمام. وهو لسه سايح قبل ما يبقى، عشان ما يكتلش، عشان ما يبقاش مكتل، احنا بنحط العطر وهو لسه سايح برضو عند درجة حرارة 70، وبعدين نقعد نقلب لحد لما الكريمة تبقى بيضة زي ما انتوا شفتوا. وبعدين هبدأ بقى احط الحاجات الحلوة اللي انا عملتها معاكم في الاول، شوكولاتة، فراولة، اي اشكال احنا عايزين نعملها نقدر نعملها ونحطها على وش الشمعة. هي شكلها مغري قوي والله، يعني تحسي انتي جوعتي وانتي بتعمليها. بس هي دي الحاجات اللي طالعة ترند وطالعة موضة وشيك وجديدة، وغير الشمعة التقليدية السادة خالص يعني. دي ممكن نستخدمها كديكور، ممكن نولعها طبعا، بس هي كديكور كده حلوة في المطبخ على السفرة. عندنا ضيوف عيد ميلاد يعني تهادي بيها حد، هي شيك قوي قوي قوي.
دي حركة كده بس ان احنا بنلف الفتيل كده عشان يبقى شكله لذيذ في التقديم. بس طبعا احنا لازم نقص الفتيل قبل ما نولع الشمعة، بيبقى نص ملي، بتبقى فتيل قصير قوي زي الشمعة اللي انا مولعاها دي. لازم فتيل بيبقى قصير قوي، ما نسيبهوش عالي عشان بيبقى خطر ان هو يعمل مشاكل. هنا سيحت شوية شمعة بني على اساس ان هو صوص شوكليت كده نازل فوق الشمعة، وحلو قوي ان هو دلق بره عشان يدي شكل كده اللي هو ايه، كده مغري اكتر، فاهمين قصدي؟ بس وبكده تكون طلعت معانا الشمعة الحلوة دي. يا رب اكون فدتكم وما نسيتش اي معلومة، واسفة لو طولت عليكم. ويا ريت تعملوا شير الناس كلها تستفيد معانا من الفيديو. ولو في اي معلومة ناقصة او محتاجينها اكتبولي في الكومنتات، ولو محتاجين اي حاجة تتعمل في فيديو عشان تكون واضحة اكتبولي وانا معاكم، ما عنديش اي مشكلة، هعمل الحاجات كلها معاكم. باي باي، يا رب تكون عجبتكم.